انا عارف ان انا متاخر قوي عليك صراحه بالفيديوهات، ولكن ده بسبب ان انا كان عندي كذا مشكله وهقول لك عليهم دلوقتي. اولا بعد ما خلصت تصوير الفيديو ده الموبايل وقع على وشه وجاب شاشه، واضطريت ان انا اغير له الشاشه بتاعته، وده تقريبا خد مني حوالي اسبوع. بعد ما الاسبوع ده خلص قلت خلاص بقى ابتدي انتظم في تصوير الفيديوهات. جدتي توفت، الله يرحمها ويغفر لها يا رب. انا كل غرضي من الموضوع ده ان احنا بس ندعي لها قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا، لان احنا ربنا يرحمها ويغفر لها يا رب ان شاء الله، وربنا يصبرنا على فراقها ان شاء الله باذن الله. سيبك مع الفيديو. إيه الاخبار؟ ازيك عامل ايه؟ بص يا معلم، لو انت لسه اول مره تشوفني ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه وتفعل زر الجرس عشان كل ما انزلك فيديو ان شاء الله يجيلك اشعاره اول باول. ويلا بينا. الفيديو ده بيعد واحد من اهم الفيديوهات اللي انا عملتها على القناه بعد مسيره تقريبا دامت حوالي سنه ونص من صناعه المحتوى على مختلف السوشيال ميديا بلاتفورمز وعلى مختلف الاكونتس الموجوده على السوشيال ميديا. الا ان الفيديو ده مقارنه بكل الفيديوهات اللي انا عملتها بيعد مهم جدا من وجهه نظري، لان احنا في الفيديو ده هنتكلم عن اكتر حاجه كانت سبب صحي هنا في القناه، اكتر حاجه كانت بتمنعني من ان انا ارفع لكم فيديوهات بالشكل اللي احنا متعودين عليه، وهي الكليه بتاعتي. مش عارف مثلا تعرف كده او لا، بس انا دكتور، انا بدرس طب، بس انا لا بدرس طب بشري ولا اسنان ولا صيدله ولا حتى علاج طبيعي. ايوه انا بدرس طب بيطري. احنا بندرس طب بهايم، ولما نتخرج هنبقى كلنا دكاتره بهايم. يا رب شويه شغف والنبي، يا رب شويه شغف يا رب والنبي. قبل ما نبتدي ونتعمق بقى في الفيديو كده، خليني اقول لك ان الفيديو ده هيكون متقسم سيكشنز، تقدر توصل للسيكشنز اللي انت عايزها بمجرد ما تلاقيها تحت في التايم لاين على اليوتيوب، او تقدر تلاقيها برده في الديسكربشن تحت الفيديو. لا اله الا الله. يا عم بس يا عم. مبدئيا كده خلينا ناخد زي نبذه تاريخيه كده عن الكليه. كليه الطب البيطري جامعه القاهره وهي كليتي، بتعد اول كليه طب بيطري اتعملت في مصر. اول ما اتاسست سنه 1827 في محافظه رشيد، وبعد كده اتنقلت سنه 1831 لابو زعبل، وبعدين اتنقلت تاني للقصر العيني في الجيزه، وفضلت قاعده هناك شويه، وبعد كده اتقفلت في عهد الخديوي عباس. بعد كده اتفتحت تاني من 1881 لغايه 1901، ولكنها اتقفلت تاني بسبب الصعوبات الماديه اللي مصر كانت بتمر بيها في الفتره دي. وفي عام 1914 اتفتحت تاني، ولكن المره دي كانت تابعه لوزاره الزراعه، وفي الفتره دي اتنقلت لمكانها الحالي الموجود في ميدان الجيزه في شارع الجامعه. وفي سنه 1944 اتغير اسمها من المدرسه العربيه للخيول لكليه الطب البيطري جامعه القاهره، ونتيجه زياده عدد الطلاب واقبال الطلبه الكبير عليها. امال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. قررت الكليه ان هي تعمل توسعات وتفتح مبنى تاني او تعمل زي كليه جديده كده موجوده في شارع مصر والسودان، واتسمت بالكليه الجديده، وبقت الكليه الموجوده في ميدان الجيزه اسمها الكليه القديمه. والكليه القديمه دي عامه زي ما قلنا كانت موجوده في ميدان الجيزه من سنه 1921. الكليه الجديده بتكون اضخم من الكليه القديمه من حيث الحجم، وفيها اقسام اكتر، وفي منها المدرجات اللي احنا فيه بنحضر المحاضرات بتاعتنا. وبعد كده عندنا كليتين، الكليه الجديده في شارع مصر والسودان، والكليه القديمه في ميدان الجيزه. طيب انا ليه بقى دخلت الكليه دي وازاي دخلتها؟ خليني اكون صادق معاك وواضح بنسبه 100% كده. معظم اللي جوه الكليه دي داخلين الكليه دي بس عشان دي اعلى كليه جابها مجموعهم، او عشان هم ما لحقوش اي كليه من الكليات اللي فوقها. يعني معظم اللي جوه الكليه معظم الناس اللي انت هتقابلهم جوه الكليه ناس كان نفسها عايزه تخش اسنان وعلاج طبيعي وصيدله وبشري، ولكن للاسف مجموعهم ما اسعفهمش فدخلوا اعلى كليه جابها مجموعهم. فانا على فكره من الناس دي، بس خليني اقول لك عامه ده من وجهه نظري حاجه غلط، لان انت ما ينفعش تنقي مستقبلك او ما ينفعش تنقي مجال شغلك على مجرد بس مجموعك. انت المفروض تخش كليه انت حاببها، لان انت هتقعد افريج في الكليه دي 4 سنين، يعني متوسط مده الدراسه انت تدرسها في اي كليه عامه هتبقى تقريبا 4 سنين. فنصيحه ليك عامه لما تيجي تنقي كليه او لما تيجي تنقي عامه مجال شغل، اي حاجه انت حاببها، فاهم؟ وخلي برضو احكي لك عن ايه دنيتي كده. زي اليومين دول بالظبط من 3 سنين لما طلع النتيجه بتاعتي كنت جايب 97.7%، وده تقريبا كان مجموع كبير ساعتها. وساعتها بقى انا خدتني الجلاله كده وقعدت اقول يا ترى انا هخش طب بشري ولا اسنان ولا صيدله ولا حتى علاج طبيعي. وما كانش في دماغي بيطري دي اساسا، وما كنتش اعرف ان في كليه متخصصه اصلا لدراسه الطب البيطري. كنت فاكر ان الطب البيطري ده هو عباره عن قسم موجود في بشري، او هو عباره عن تخصص بتدرسه بعدين. ما كنتش اعرف ان ليه كليه مفصله وان ليه كليه موجوده عامه اسمها كليه الطب البيطري. على فكره ده حقيقه بجد، مش شايف يعني ايه حاجه حلوه. حاجه حلوه عن الجامعه. لسه جاي. وتطلع نتيجه التنسيق عامه واكتشف ان ما لحقتش اي كليه من الكليات القمه اللي كانت موجوده ساعتها، الا كليه واحده بس، وهي كليه الطب البيطري جامعه القاهره. نفس الكلام كلنا والله. انت كنت جايب اسنان؟ حل مشكلتك بقى، يعني نحل مشكلتك ونحل مشكلتها وتولع مشكلتي اللي انا جاي لكم عشانها. انا يا عم اهلا وسهلا. انا فعلا ما كنتش اعرف يعني ايه طب بيطري، ولا كنت اعرف ايه وظيفه الدكتور البيطري ده. وزي ما قلت لك كنت فاكر ان الطب البيطري ده قسم موجود في بشري، او الناس بتخلص بشري وبعد كده تختار ان هي تدرس بيطري، حاجه في منتهى السذاجه يعني.
وتقريبا اول تعامل ما بيني وبين الكليه او اول مره اعرف ان الكليه دي موجوده هو وقت ما كنت بقدم اول ما ظهرت لي بطاقه الترشيح وجالي ان انا ترشحت لكليه الطب البيطري جامعه القاهره. وفي اول ترم عامه في الكليه مواد التخصص بتبقى مادتين، الهيستولوجي وده علم دراسه الانسجه والخلايا السليمه الموجوده في الجسم، وعلم الاناتومي اللي هو علم التشريح. وبيبقى في مواد ثانيه زي الزيولوجي كده وفي مواد كتيره كده غالبا مش هتستفاد بيها، هو بس عامه مواد التخصص انت المفروض تركز عليها بيكون الهيستولوجي والاناتومي. وفي اول ترم عامه كان عندنا انجليزي، ودي حرفيا اللي خلتني اجيب تقدير كويس في اول ترم بسبب الانجليزي، وكان سهل جدا عامه. فايه يعني هيبقى في مواد ثانيه كده في اول ترم بيبقوا بس لسه بيهزروا معاكم عامه، فمش هتلاقي الدنيا صعبه من اول ترم كده. اعمل يا جدع لايك، اقروا لي، قول لي الله ينور، ما تشتمني. طب ما تيجي نتكلم عن الدراسه في الكليه بشكل عام مبدئيا كده. هو ايه اللي لا حقيقي منور. لا لما تيجي نتكلم عن الدراسه في الكليه بشكل عام مبدئيا كده الدراسه عامه في الكليه بتنقسم لحاجتين. اول حاجه الاكاديميك ميديسن والكلينيكال ميديسن، وخلينا ناخد مصطلح كده تعال نشوف بيقول ايه. اولا الاكاديميك ميديسن العلوم زي الهيستولوجي اللي هو علم دراسه الطبقات والخلايا اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه، وعلم الاناتومي اللي هو علم التشريح، وعلم الفسيولوجي اللي هو علم دراسه وظائف الخلايا والانسجه بتاعه الجسم، وعلوم ثانيه كتير جدا هتدرسها في فتره الاكاديميك. الفتره بتاعت الاكاديميك تقريبا بتقعد لغايه ثالثه كليه، يعني تقريبا اول 3 سنين من الكليه بتبقى اكاديميك ميديسن، كلام نظري كده بس غالبا ما بنستخدموهوش بره في العيادات بشكل كبير يعني، او بيكون غرضه بس ان انت تعرف الحاله السليمه اللي بيكون موجود عليها الحيوان ده. خليني بس اقول لك على حاجه هي ممكن تبان غريبه شويه، ولكن عامه اول ترم في الكليه وفتره المراجعات بتاعت المشرحه والزنقه اللي بتكون موجوده في الاول دي هي واحده من اسعد واجمل فترات حياتك اللي انت هتقضيها في الكليه عامه. مال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. الاسترس لسه مش كتير قوي، الضغط عامه من المذاكره والمواد لسه مش عالي قوي، المواد عامه بتكون معلوماتها مش كتيره للحد اللي يخليك تبقى متضايق او ما تبقاش مبسوط في الكليه، فحاول تستمتع باول ترم ده بقدر الامكان. مال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. وزي ما قلنا الاكاديميك ميديسن ده من اسمه كده بيشمل الكلام الاكاديمي اللي نوعا ما ملوش استخدام بره قوي في العيادات، يعني هو كل الفكره ان هو بس بيديك زي مصطلحات كده عشان بس يجهزك لفتره الكلينيك. دي الميزه الوحيده من الاكاديميك ميديسن او من الطب الاكاديمي، كل غرضه ان هو بس بيجهزك عشان تدرس بقى الكلينيكال ميديسن او الجزء الكلينيكال. الكلينيكال ميديسن ده من اسمه ده بيشمل الطب اللي احنا بنعالج بيه بقى بره في العيادات وفي المستشفيات، عامه بيكون شامل علوم زي البطنه والجراحه وعلوم كتيره ثانيه، والطب ده بيدرس كل حاجه بتشتمل التعامل مع حيوان مصاب، عشان كده اسمه الكلينيكال ميديسن، وده اللي احنا بنشتغل بره في العيادات وفي المستشفيات. فاكر لما قلت لك ان الاكاديميك بيجهزك او بيهيئك كده عشان تدرس الكلينيكال؟ خليني ادي لك مثال اوضح لك بيه النقطه دي. في ماده عامه اسمها الهيستولوجي اللي احنا اتكلمنا عنها وقلنا ان دي بتاعه الطبقات والخلايا والانسجه الموجوده في الجسم. في ماده ثانيه بقى اسمها الباثولوجي ودي علم دراسه الامراض والمواد المسببه. انت في فرح يا اسطى؟ تعبيط يا اسطى. ماده ثانيه اسمها الباثولوجي ودي متخصصه في علم دراسه الامراض وتغيير الامراض دي على الخلايا والانسجه. فعشان تعرف التغيير اللي حصل على الخلايا والانسجه المريضه دي لازم تكون عارف شكل الخلايا والانسجه السليمه، عشان كده عشان تدرس الباثولوجي دي لازم تكون فاهم كويس قوي الهيستولوجي، والباثولوجي دي ماده كلينيكال والهيستولوجي دي ماده اكاديميك. ففهمت بقى ايه اللي اقصده ان الاكاديميك بيجهزك عشان تدرس الكلينيكال، او فهمت اللينك فين ما بين الاكاديميك والكلينيكال؟ دي برضه اوضح لك نقطه مهمه لان دي برضه بتبقى حاجه غريبه او تبقى حاجه انت مش مدركها. في الكليه عامه احنا ما بندرسش كل الحيوانات وما بندرسش حيوانات بريه ولا اي حاجه من الكلام ده. قسم التربيه البريه هو مش موجود غير في كليه طب بيطري واحده بس، وهي كليه طب بيطري جامعه السويس، دي بس الكليه الوحيده اللي فيها قسم التربيه البريه. وعامه ما بقاش زي ما انت متخيل ان هم ما بيدرسوش تشريح لكل الحيوانات والكلام ده، هم بيدرسوا تشريح لفصائل معينه بس وبيطبقوا الباقي على كل الفصائل، وده عامه نفس اللي احنا بندرسه عندنا في الكليه. يعني احنا مثلا على سبيل المثال عندنا 5 فصائل بس بنتكلم عنهم في الكليه، وهما الهورس والدوج والكات والكاتل والكامل. كلمه كاتل او الرومنانس دي بالعربي يعني المكترات، والمكترات دي عامه من غير ما ادخلك في تفاصيل طويله قوي ملهاش لازمه، بس الفكره ان دي حيوانات زي بتشمل الخرفان والبقر عامه يعني، والخرفان والبقر دول بيبقى عندهم طريقه معينه في الاكل كده طويله قوي كده، بس عامه احنا بنسمي الحيوانات دي رومنانس. في الكليه عامه هتلاقي ان معظم التركيز على الاكواينز او على الهورس عامه. فاكر لما قلت لك في اول الفيديو ان الكليه بتاعتنا اول ما اتعملت كانت متخصصه بس في طب ورعايه الخيول؟ عشان السبب ده بقى المنهج تقريبا 3/4 جوه عباره عن اكواينز. هتلاقي ان التركيز تقريبا كله على الخيول عامه، حتى في العينات بتاعه المشرحه هتلاقي ان الحيوانات اللي موجوده جوه او العينات اللي موجوده جوه هي عينات اكواينز، سواء كان دونكي او سواء كان هورس، العينات كلها جوه عامه ليها علاقه بالاكواينز، وده ليه علاقه بالنشأة التاريخيه بتاعه الكليه، لان الكليه لما نشأت في الاول كانت بس متخصصه في طب ورعايه الخيول والاكواينز عامه يعني. ولا يا شباب؟ وعامة مدة الدراسة في الكلية عامة كان على دفعتي كانت 5 سنين، ولكن انت لو من الدفعة الجديدة فالكلية تقريبا هتبقى 6 سنين، لأن الدفعة اللي بعدين عامة اللي هي دفعة 2021 خدت الكلية 6 سنين عادي جدا. فلو انت ده عادي اللي بيحصل ده يعني؟ احنا عامة بنتكلم عن الدراسة جوه الكلية، فخليني أقول لك عامة إن الدراسة جوه الكلية صعبة جدا جدا جدا. الله يخرب بيتك. ومش سهلة خالص زي ما انت متوقع كده، صح ولا ايه؟
ده روبوكس كيوب. ده انت ايه حكايتك؟ ايه حكايتك؟ قول لي ايه حكايتك؟ بما اننا بنتكلم عامه عن الدراسه، فخليني اقول لك عامه ان الدراسه في الكليه صعبه جدا 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 ومش سهله ابدا زي ما انت متخيل. الكليه حالها حال اي كليه طبيه، مناهجها بتكون كتيره جدا والمواد اللي انت بتدرسها كتيره وكميه المعلومات اللي انت مطلوب منك تحصلها بتكون كميه كبيره، وليها طبعا محاضرات وليها سكاشن. وعادي على فكره ممكن يوم هيكون فيه 3 سكاشن، كل سكشن 3 ساعات، يعني انت هتقعد في الكليه دي بتاع 9 ساعات مثلا في ايام. فعادي جدا، مش عايز تكون فاكر ان دي عشان كليه طب بيطري مش كليه طب بشري ان الموضوع فيها هيتنجز بسرعه كده وان الدنيا هتعدي. لا، الكليه صعبه جدا جدا لان هي كليه طبيه. انت بتهزر يا ابني، هي زريبه يا حبيبي، هي زريبه دي، انت متخلف يا ابني. اي كليه طبيه عامه بتحتاج منك مجهود كبير وتركيز كبير جدا عشان تعرف تعدي بس فيها، بس ان انت تعدي. وخليني بقى اكلمك شويه عن شويه اشاعات وخرافات كده متعلقه بالكليه عامه. ايه هي يا عم ده بالراحه. وخليني بقى اكلمك شويه عن شويه اشاعات وخرافات كده متعلقه بالكليه عامه. انا هخش بيطري اقعد سنتين واجيب امتياز وبعد كده احول بقى صيدله او احول بشري. انت متخلف يا ابني. مبدئيا الكلام ده مش موجود تماما. الدبلومه اللي انت بتتكلم عليها دي كانت فعلا دبلومه موجوده من زمان قوي عامه، وكانت حصلت لما كان مصر كان عندها عجز في عدد الاطباء، فالدبلومه دي اتفتحت لاي كليه غير بشري انها تقدر طبعا تاخد الدبلومه دي وتحول لكليات الصيدله والطب البشري. ولكن الدبلومه دي اتقفلت تقريبا من اكتر من 20 سنه، فمفيش اللي انت بتقوله ده. انت طالما دخلت الكليه دي ان شاء الله هتتخرج دكتور بيطري، مفيش بقى تحول لصيدله ولا علاج طبيعي ولا علاج بشري. يعني دكتور بهاي. الله يخليك حبيبي تسلم. عايز ايه يا عم؟ اتلخبطت فيها، ما انت قطعتني في النص. انا بنت لذين. 2. وانا ليه اخش بيطري وادرس طب واتبهدل وفي قسم في كليه زراعه بيخرج برضه دكاتره بيطريين؟ مبدئيا الحاجه الوحيده اللي بتخرج دكاتره بيطريين في مصر هي كليات الطب البيطري، ولكن قسم انتاج حيواني في زراعه ما بيخرجش دكاتره بيطريين، بيخرج مهندسين انتاج حيواني. وفي فرق كبير جدا ما بين الاثنين. مهندس الانتاج الحيواني ده بيبقى كل غرضه او كل وظيفته ان هو يتاكد ان هو يقدر يماكسمايز البروفيت اللي هو هياخده من الحيوان اللي قدامه. في فرق ما بين الاثنين، والاثنين مش حاجه واحده عامه، والاثنين بيكملوا بعض. ما ينفعش مزرعه ما يبقاش فيها ده وما يبقاش فيها ده، ده ليه دوره وده ليه دوره. فالتاني المكان الوحيد اللي بيخرج دكاتره بيطريين هي كليه الطب البيطري. رقم 3. كليه الطب البيطري ملهاش مستقبل وهي بس ما بتخرجش غير دكاتره بهايم. مبدئيا بس خليني افهمك ان قسم اللارج اللي موجود في الكليه ده هو واحد من ضمن الاقسام الكتيره اللي موجوده في الكليه. كليه الطب البيطري فيها ميزه واحده، ان هي تفتح لك كذا مجال عمل او كذا مجال تقدر تشتغل فيه، مش بس اللارج انيمالز او مش بس طب البهايم زي ما بيقولوا عليه كده. وخليني اقول لك عامه ان شهادتك بتاعت بكالوريوس العلوم الطبيه دي تشغلك في اقل حاجه 5 شغلانات، وتعالى اقول لك ايه هم. رقم 1 ميديكال ريب. الميديكال ريب ده اللي هو مندوب مبيعات للادويه، وعامه تقدر تشتغل الوظيفه دي للطب البشري وللطب البيطري برضه. انت بتكون مندوب مبيعات، بيكون تعاملك كله مع الناس اللي فاتحه عيادات وبتتكلم معاهم عن الادويه عامه، وبتكون شغال في شركه ادويه. دكتور بيتس. الدكتور بتاع البيتس ده هو الدكتور الكيوت اللي بيبقى شغال في عياده البيتس، اللي بيكون غرضه الاول والاساسي انه بيتعامل مع حيوانات صغيره كده. مش شرط ابدا يعني تشتغل في مجال اللارج انيمالز ويبقى اتقال عليك طب بهايم وبتاع. ممكن تشتغل في عياده بيتس تبقى بس متخصص في علاج حيوانات صغيره كده، كلاب وقطط وحاجات لذيذه كده، فاهم؟ في قسم الاسماك ممكن تشتغل على فكره بشهادتك في مزرعه اسماك، لان احنا عندنا قسم خاص للاسماك بيدرس بس طب الاحياء المائيه. تقدر تشتغل بشهادتك عامه في مزرعه اسماك او في اي مكان ليه علاقه بالاحياء المائيه يعني. ممكن تشتغل بشهادتك عامه في مجال التصنيع الدوائي، احنا عندنا قسم الفارماكولوجي تقدر تشتغل بالشهاده دي في مجال التصنيع الدوائي. ممكن تشتغل عامه في وزاره الصحه في مجال الفود سيفتي، سواء كنت مفتش صحه، سواء كنت شغال في معمل بتاع تحليل اغذيه، ايا كان. الوظائف وكل المجالات اللي احنا قلناها دي بتقدر تشتغل فيها بس بالشهاده اللي انت بتاخدها من الكليه. فمش معنى ان انت دخلت الكليه دي ان انت هيتقال عليك دكتور بهايم او ان انت هتشتغل في طب البهايم زي ما بيقولوا. وحتى لو عامه بتشتغل في طب البهايم فمجال اللارج مش مجال البشع يعني، او مش ده اكتر مجال الناس بتبعد عنه، عادي يعني، فاهم؟ عيش لغايه نقطه التخرج دي يعني، عامه بيلاقي شغل، ما تقلقش، مفيش حاجه اسمها تتخرج ومش هتلاقي شغل، باذن الله هتلاقي شغل. عندنا كمان قسم الكريدت، وقسم الكريدت ده فيه 3 اقسام، فيه قسم الفارماكولوجي وقسم البيتس وقسم الاكواينز. والفرق ما بيننا وما بين ما بين الجنرال والكريدت ان الكريدت بيتخرجوا بشهاده زياده مع شهاده البكالوريوس العلوم الطبيه. يعني مثلا انت ممكن تخش قسم الكريدت وتتخرج بكالوريوس علوم طبيه وشهاده في الفارماكولوجي مثلا او في البيتس او في الاكواينز. فلو انت مش حابب الجنرال او حابب تاخد شهاده زياده لما تتخرج ممكن تخش قسم الكريدت، ولكن طبعا هو بفلوس يعني مش ببلاش. اتكلمنا انا وانت كده عن الكليه وعن نظامها وترستقت كده زي ما بيقولوا وفهمت نظام الكليه وفهمت انت مقبل على ايه. خليني كده بقى ايه اكلمك او اكلمك كلمه كده ايه من اخوك الكبير يعني. فاكر عامه ان دراسه الطب البيطري فهي حاجه قليله تكون غلطان جدا جدا عامه. مش معنى ان الطب البيطري نوعا ما مش متقدر في مصر هنا او مش متقدر حواليك او مش متقدر في المكان اللي انت فيه ان هو حاجه قليله. بره عامه بيبص للطبيب البيطري ده ان هو حاجه كبيره جدا وان هو بيعمل ديوتي عظيم جدا جدا انه بيعالج
الحيوانات ما بتتكلمش، ما بتعرفش توصف ايه الالم اللي عندها. ودي حقيقه فعلا، احنا كل حالاتنا حرفيا بتبقى عباره عن حيوان اخرس مش قادر يوصف ايه اللي بيوجعه، او مش قادر يوصف هو حاسس بايه. دورك كدكتور بيطري ان انت اولا تكتشف ايه اللي بيوجع الحيوان ده، وايه الحيوان ده عنده مشكله فين، وتعالج الحيوان ده. ثانيا تحافظ على حياتك، لان انت بنسبه كبيره لو اشتغلت في مزرعه لارج او اشتغلت في عياده بيتس فيها كلاب او حاجه زي كده، ممكن بنسبه كبيره تتاذي فعلا وانت بتحاول تعالج الحيوان ده، لانه اصلا يعني ده حيوان ما عندوش عقل، مش عارف ان انت بتحاول تساعده. ربنا عامه هيختارك من ضمن مجموعه من الناس كده عشان تعرف ان انت تشيل الالم من على الحيوانات الغلبانه اللي مش قادره توصف ايه اللي بيألمها وايه اللي واجعها. دي عامه حاجه عاليه جدا وحاجه انت المفروض تكون فخور بيها. انا عارف ان انت ممكن تكون مش مدرك كلامي دلوقتي، وان انت هتقضي فتره طويله زعلان عن ان انت ضاع منك كليه انت كنت شايفها مثاليه، بس عامه ما تعرفش الخير فين. وطالما ربنا حطك في مكان فده اكيد فيه الخير ليك. انا مش عايزك عامه تكون متضايق او تكون زعلان ان في كليه راحت منك، صدقني والله العظيم ربنا اكيد كاتب لك الخير. كان ممكن على فكره اقف لغايه هنا بس في التصوير، بس الحقيقه ان ضميري ما ساعدنيش خالص، لاني ساعتها هكون ظالمك ومش بقول لك الحقيقه كامله. الكليه صعبه ورخمه وامتحاناتها كتير قوي قوي، لكن الفتره اللي انا قعدتها جوه الكليه واللي هي استمرت 3 سنين هي واحده من اجمل الفترات اللي انا قضيتها في حياتي كلها. وخليني برضه اقول لك ان الفتره اللي انت هتقعدها جوه هي برضه هتكون واحده من اجمل الفترات اللي انت هتقضيها في حياتك. ال3 سنين اللي انا قضيتهم جوه الكليه دول عامه ما كانوش كلهم ايام جميله، بس كان فيهم ايام انا كنت فعلا مبسوط من قلبي كده زي ما بيقولوا. مبسوط حتى في ليالي الامتحان وفاضل لي 4 شباتر وداخل على الله، ومبسوط وانا عندي في اليوم 3 سكاشن، كل سكشن بيبقى متوسط تقريبا ساعتين، يعني بتاع 6 ساعات من السكاشن، وصداع مش طبيعي في اخر اليوم، ولكني برضه كنت مبسوط وانا في فتره الميد ترم حرفيا ما كانش عندي فرصه اتنفس، الا اني برضه كنت مبسوط وانا فوتت الديدلاين بتاع الاساينمنت والدكتور بيعمل مني بطاطس شيبسي، الا اني برضه كنت مبسوط. بقولها اهو وهفضل اقولها، ال3 سنين اللي فاتوا دول على الرغم انهم ما كانوش كلهم ايام جميله، الا اني عملت فيهم كميه ذكريات اتبسطت بجد قوي قوي بكل يوم قضيته فيهم. انا عارف ان انا ممكن اكون كنت متحامل على الكليه في الفيديو ده، او ظهرت اني متحامل على الكليه في الفيديو ده، الا اني بالعكس انا بحب الكليه جدا جدا وبحب الدراسه بتاعتها جدا بجد. ومش هنكر اني كنت كارهها في الاول لاني ما كنتش عايزها او ما كنتش متخيل في يوم من الايام نفسي فيها، ولكن ادركت انه لو كان دخولي الكليه دي مش بايدي فنجاحي فيها واني اعدي منها واتبسط جواها بايدي. سواء كنت معانا او لا حاول تتبسط، اللي عايز يعمل حاجه بيعملها، ما تقعدش عامه تفكر في الرضا منك وانك انت لو كنت ذاكرت اكتر كنت دخلت ايه وبتاع. بالعكس افرح جدا باختيار ربنا ليك واعرف ان هو ده الصح. ولو انت اصلا دخلت الكليه دي فصدقني دي مش حاجه وحشه ابدا. سيبك من جو التفاهه والناس اللي تقعد تقول لك ده كاتب بهايم وبتاع، احنا اوريدي ناقشنا الموضوع ده في الفيديو عندي هنا، فسيبك من الجو ده. في الاول وفي الاخر كل واحد بياخد نصيبه وكل واحد بياخد اللي هو مكتوب له. عايزك كده ترضى باللي ربنا كاتبه لك وعايزك تحمد ربنا. وشكرا ليك جدا واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. وفي النهايه بتمنى لك التوفيق في اي مجال انت هتكون فيه، سواء كنت هتكون زميل لينا في الكليه او هتكون في اي كليه تانية، بتمنى لك كل التوفيق. وده عامه ده مش المحتوى بتاعنا العادي، عامه احنا محتوانا عامه تكنولوجيا، بس عامه يعني ايه ده فيديو في النص كده بالنسبه لثانويه عامه قلت اتكلم فيه عن الكليه عندي. ان شاء الله هنرجع نابلود المحتوى بتاعنا عادي في مواعيد يوم الجمعه والثلاث، وهتلاقي عامه اللينكس بتاعت السوشيال ميديا بتاعتي كلها تحت الفيديو في الديسكربشن لو حابب تسالني عن حاجه بخصوص الكليه او حاجه زي كده. وشكرا ليك جدا واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله.